المؤهلات الاقتصادية والفلاحية والمناخية لجهة الداخل وادي الذهب دفعت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه إلى تأسيس فرع لها بمدينة الداخل من أجل تقريب العمل الجمعوي لمنخرطي الجمعية في المنطقة، وكذا الدفاع عن مصالح الإنتاج والمنتجين. مبادرة من شأنها نقل الخبرات والتجارب إلى فلاحي المدينة، وذلك من أجل ضمان سلامة المنتجات الفلاحية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية والغرفة الفلاحية للداخل وادي الذهب في إطار المقاربة التشاركية مع فلاحي الجهة. كما تم توزيع جوائز على قدماء الفلاحين باعتبار من اللبنة الأساسية للفلاحة بالمنطقة. كان اليوم بالأساس هو إعلان عن افتتاح فرع جديد لهذه الجمعية، وكذلك تم توقيع اتفاقية مع تعاونية حليب الداخلة، واللي كذلك كانت توزيع جوائز لتكريمية لقدماء الفلاحين الفلاحة التضامنية. احنا جمعية مدنية اللي كتدافع على المصالح ديال الإنتاج والمنتجين، لأن العمل ديالنا الجمعوي والهدف ديالنا هو تقريب العمل الجمعوي لمنخرطي ديال الجمعية في المنطقة. بعد ما كانت استشارة مع مشروع ديال الشباب اللي هو اليوم غادي عارف الانطلاقة في هذه المنطقة هذه، عندهم الرغبة باش يندمجوا في هذا الإطار الجمعوي اللي يمكن غادي يستفدوا منه التجربة ديالو، وغادي يستفدوا منه تقنيا وعمليا. وتتوخى الجمعية APFL والغرفة الفلاحية للجهة أن تصبح الداخل قطبا فلاحيا متميزا على الصعيد الوطني نظرا لما تتوفر عليه من مؤهلات، وأن تكون للجمعية نتائج وانطباعات من أجل الرقي والرفع من مستوى الإنتاج بالمنطقة. وهي مناسبة نبين فيها للساكنة القيمة الإضافية اللي جاءت بها الجمعية، والقيمة الإضافية اللي تستفاد منها ساكنة الجهة، اللي هي تمثل عن الجمعية اللي تقدم لها خدمات تقرب لها تكنولوجيا، آخر تكنولوجيا في الفلاحة وآخر تكنولوجيا في التصدير وفي الإنتاج. والجمعية تطرح جميع أطرها التقنيين تحت تصرف أبناء الجهة. وفي الأخير قام الوفد الذي يضم رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الداخل وادي الذهب والمنتخبين وعددا من الشخصيات المدنية والعسكرية بجولة تفقدية للضيعات الفلاحية من أجل الاطلاع على مدى جودة وسلامة المنتجات الفلاحية، وكذا المستوى الذي وصلت إليه الفلاحة بجهة الداخل وادي الذهب.